تخيل ان مصيرك ممكن يكون متوقف في لحظه من اللحظات على 43 جنيه. يعني حياتك ويومك واستمرارك على قيد الحياه اصلا يتوقف على المبلغ ده. في سنه 2019 تعرضت لموقف في قمه الغرابه، كنت اول مره اتعرض له واخر مره يعني اتعرض له، بس الدرس بتاعه كان مهم جدا. آه، معتمد كنت المرتب بتاعي هينزل، وكنا داخلين على فتره عيد والمرتب كنا يوم 4، ورحت عشان اسحب المرتب بالديبت كارد. فبسحب المرتب، الاي تي ام سحبت الكارت. طب وبعدين هنتصرف ازاي؟ طلعت الفيزا كارد، قلت خلاص هسحب بقى كاش من الفيزا، هوب الاي تي ام سحبت الفيزا كارد كمان. فجاه انت بقيت معكش، تقريبا معكش فلوس يعني. ليه بقول معكش فلوس؟ انك كنت مضطر وقتها تقعد في القاهره. انا كنت هسافر اسكندريه في العيد، بس انت وقتها كان عندك داخل على اجازه اعياد، وهتقعد خميس جمعه سبت حد اتنين، كل ده اجازه. فالدنيا تبدا تشتغل من يوم التلات اللي بعده. طيب في جيبي كام؟ 43 جنيه. طيب هتسافر ازاي؟ ما تعرفش. انا شخصيا يعني ممكن انا كشخص، ودي طبائع بشريه يعني، ممكن اسلف بس ما بحبش استلف. طب اتعودت على كده، صح غلط او انا شخصيتي كده يعني. فطب في جيبك 43 جنيه بالظبط، طب هتعمل بيهم ايه؟ يعني ايه اللي هتعمله بيهم؟ مفيش. بصراحه عجبتني الجيم، طب ما خلاص اوكي تعايش ب 43 جنيه لحد ما تتحل المشكله يعني. طبعا كان موضوع ايه يعني، حاجه ضرب من ضروب الجنان والخيال يعني. نتعايش، جبت قلم ورقه وقعدت اقول انا هعيش الثلاث اربع ايام دول ب 43 جنيه. بكل المعايير وبكل المقاييس ما ينفعش. على رأي أحمد بدير، ما ينفعش، ما ينفعش خالص. ماشي، هتعايش بيهم. تكتشف ايه بقى؟ تكتشف ان مش بالضروره قوي انك انت تختار المكان بتاع الكافيه. انا كان ليا قاعده كده معينه في كافيه، كل يوم بحب انقي كده كافيه معين بمواصفات معينه عشان اقعد فيه كده واقعد اكتب وبتاع. اكتشفت ان لا، انا ما عنديش الرفاهيه دي دلوقتي. طيب بس انا عايز اقعد، عايز اشرب قهوه، لا اقعد في قهوه شعبيه في حته، في مكان شعبي عادي جدا، وتعامل عادي جدا. تكتشف ان المزاج مش ضروري يجي لك في كافيه مواصفاته بالشكل الفلاني وموجود بيطل على الميدان العلاني ولا بتاع، لا لا خالص. قهوه شعبيه بسيطه في مكان بسيط هتأدي نفس الغرض. مش لازم تاكل في المطعم العلاني اللي بيعمل الاكل بالشكل الكذا كذا كذا، لا خالص خالص. سندوتشين فول من اي عربيه فول هيأدوا الغرض وزياده. تكتشف كمان ان فكره، يعني انا كنت معتمد جدا جدا في الفتره دي على اوبر، وانك ايه على اي اسهل حاجه اوبر، حتى لو مشوار 200 متر اركب اوبر. لا، اركب المترو، تعامل بالمترو عادي جدا، واركب المترو، روح مشوارك بالمترو. ايه المشكله يعني؟ انت كنت بتركب مترو قبل كده، تتخلى عن موضوع اوبر تماما وتقعد الثلاث اربع ايام دول بتتعامل بالمترو عادي جدا. بالعكس كمان، ده لما الفلوس بدات تنقص 43 جنيه، ما هم بينزلوا، ما هم مش ثابتين، لما بداوا ينزلوا بتستعوض المترو بالتمشيه، تفضل تمشي مسافات طويله. فتكتشف ان التخريمات بتاعه الشوارع الجانبيه عشان تخرم وتقرب نفسك المسافه بتعرفك على حاجات ومناطق انت ما كنتش تعرفها قبل كده. يعني شوارع ما كنتش تعرفها قبل كده، حتت ما كنتش تعرفها قبل كده. شويه بشويه الفلوس عماله بتنقص بقوا 30، هوب 25، هوب هوب، نزلوا لغايه ما فضلوا في الاخر 3 جنيه ونص. ف 3 جنيه ونص ايه، ولسه فاضل يعني، لسه فاضل شويه يعني، لسه فاضل مثلا يوم ونص ولا حاجه. ومن الحاجات برضو اللي جت وقفت، وده عشان بس ايه التجربه تكتمل، واللي خلاني وافقت ان انا ايه العب الجيم ده مع نفسي وهخوض التحدي ده مع نفسي، فكره ان الموبايل كمان حصل فيه مشكله. كان المفروض فاتورته تدفعش اونلاين، لازم ادفعها كاش يعني، وفي نفس الوقت الموبايل نفسه حصل فيه مشكله. فانت بقيت كمان معزول عن العالم، يعني لو انت مش بس معكش فلوس، انت معكش فلوس وكمان معزول عن العالم. بس موضوع الموبايل ده بالذات يعرفك برضو مين اللي هيستوحشك، مين اللي هيقول ده وحشني، مين اللي غيابك هيبقى ملحوظ بالنسبه له، ومين اللي غيابك ريحه، مين هيسأل عنك، مين. فدي برضو حاجات كلها ايه تخليك قابل انك تلعب الجيم دي. خلص المده، خلصت، وغايه ما بقى فاضل معايا 3 جنيه ونص. اخر يوم خالص ما انساش ابدا الحكايه دي، كنت بتمشى في الزمالك، فعايز اطلع على ميدان لبنان. ف تهت يعني في شوارع الزمالك وكده، فبسال واحد دليفري، واحد شاب دليفري كان ماشي بموتوسيكل، فبساله بقول له لو سمحت عايز اطلع لميدان لبنان، اطلع منين من هنا؟ قال لي ميدان لبنان هتمشي كده كده. طب انت بتسال ليه؟ ده مسافه بعيده ايه؟ قلت له لا مش بعيده ولا حاجه، هتمشيها من هنا لغايه ميدان لبنان؟ قلت له اه. بس انت وصف لي بس يا عم، انت مالك، انت متاكد؟ قلت له اه والله. ماشي هتمشي كذا كذا، راح وصف لي. وبعد ما مشيت كده بشويه راح جه ورايا تاني، قال لي بقول لك يا كابتن. قلت له ايه؟ راح مديني 5 جنيه، قال لي خد اركب مواصلات. قلت له انا معايا فلوس. اركب بس يا باشا، معاك ولا معاكش اركب يا عم، احنا شباب زي بعض بتاع، اركب. وراح مديني 5 وراح ماشي.
اللي هو ايه برضه جدعنه المصريين برضه تبان برضه في الموقف ده. على فكره 5 جنيه دي معايا لغايه النهارده، لغايه النهارده والله موجوده معايا، ما صرفتهاش. خلص الموقف وخلصوا ال 3 جنيه ونص وخلصوا خلاص، وبقيت ايه، واول ما فتحت البنوك واول ما بقى في فرصه انك تسحب فلوسك تاني وترجع الكروت تاني، جريت طبعا عملت كده. بس المواقف اللي زي كده واللي بتحصل لكل واحد فينا بشكل مختلف تعلمك حاجه مهمه جدا. احنا بنعتاد النعم وبنفتكر انها مضمونه وابديه ومستمره الى ما شاء الله، وده مش صح. الوظيفه اللي انت شايفها مش مناسبه ليك، في ناس كتير جدا جدا يتمنوها هي بربع المرتب وباضعاف المجهود اللي انت بتعمله. ابوك وامك اللي انت بتدخل معاهم في مناوشات وخناقات هبله عبيطه كان ممكن تعديها ظنا منك ان هم دايمين للابد، في لحظه القدر هيغيبهم وهياخدوا معاهم حته من قلبك، وهتندم على كل وقت ضاع وانت بتعاملهم وحش. ابنك او بنتك اللي انت مش مديهم فرصه يتكلموا ومفيش اي مجال للنقاش بينكم ودايما بتكسروهم بالضرب او بكسر نفسيتهم، في غيرك يتمنى ضفر عيل صغير منهم. تنفسك حتى وقدرتك على المشي بشكل طبيعي، في غيرك يتمنى ان هو يجربهم ولو للحظه. صديقك اللي انت دايما بتيجي عليه بحجه ان هو طيب وهيستحمل وبيفوت لي وبيعدي لي، هتيجي لحظه لما يجي ينتصر لكرامته ويبعد عنك ويقفل ويقلب منك قلبه سودا، مش هتعرف تعوضه ولا هتعرف تجيب واحد شبهه خالص. احنا بنتعود على النعم وبننسى انها مؤقته، سواء كنت شايفها او مش شايفها. عشان كده دايما في دعوه حلوه جدا بحبها كانت جدتي الله يرحمها بتقولها: ربنا يجعلنا شوافين للنعم، سواء عارفينها او مش عارفينها، وشاكرين ربنا عليها سواء عارفينها او مش عارفينها.